أهلا بيكم في حلقة جديدة من سلسلتنا من الشرق للغرب العرب رواد الحضارة. معاكم آية عفيفي، والنهاردة إن شاء الله هنتكلم عن واحد من أعظم علماء الطب، شخص قلبه وعقله فتحوا أبواب لفهم جسم الإنسان بطريقة جديدة. ابن النفيس. ابن النفيس اتولد سنة 1213 في دمشق، وعاش حياته بين العلم والبحث والمعرفة. درس الطب والفلسفة والمنطق، وبنى قاعدة قوية جدا من العلم قبل ما يسافر للقاهرة ويشتغل في المستشفى الناصري. في القاهرة ما كانش ابن النفيس مجرد طبيب عادي، ده كان ناقد علمي دقيق بيعتمد في شغله على الملاحظة والتجربة، وكان بيتحدى الأفكار التقليدية لو شافها غلط، يعني حتى لو كانت من أعظم علماء الطب في وقتها زي ابن سينا. pulmonary circulation أو الدورة الدموية الصغرى دي كانت من أعظم اكتشافات وإنجازات ابن النفيس، لأن قبل كده كان الاعتقاد السائد إن الدم بيعدي مباشرة من البطين الأيمن للقلب للبطين الأيسر. لكن ابن النفيس لاحظ إن الدم بيعدي الأول للرئة علشان ياخد الأكسجين وبعدين يرجع للقلب. الاكتشاف ده كان مهم جدا، وده كان قبل اكتشاف العالم ويليام هارفي ب 400 سنة، وفتح الباب لفهم الدم والقلب والرئتين زي ما بنعرفهم دلوقتي. ابن النفيس كتب وفسر كتب كتير جدا، وأهمهم شرح تشريح القانون لابن سينا. كتاب القانون في الطب لابن سينا زي ما تناولنا في حلقة ابن سينا قبل كده انه كان مرجع طبي مهم جدا، وصف فيه جسم الإنسان والأمراض والأدوية والتشريح. ابن النفيس كتب شرح على جزء التشريح في كتاب القانون في الطب، يعني فسر كلام ابن سينا ووضحه بطريقة أبسط، وكمان صحح الأخطاء اللي شافها. ومن هنا اكتشف الفرق بين الدم المؤكسج وغير المؤكسج. الدم المؤكسج اللي هو بيحمل الأكسجين، وغير المؤكسج اللي بيحمل ثاني أكسيد الكربون، وفسر الدورة الدموية الصغرى. وكمان ابن النفيس كان فيلسوف مهتم بالعقل والجسم مع بعض، يعني درس الطب النفسي وتأثير الأمراض النفسية على جسم الإنسان، وده اللي خلاه فاهم الإنسان بشكل متكامل. ابن النفيس كان معروف بتواضعه وأخلاقه العالية، كان شغوف بالعلم والمعرفة، وطريقته في التعامل مع زملائه وعلماء عصره كانت راقية جدا. جمع بين التواضع والعلم، وده خلاه شخصية ملهمة، نموذج للعلم المبني على الملاحظة والتجربة بدل التقليد الأعمى. إسهامات ابن النفيس ما وقفتش عند عصره، لكنها أثرت على الطب الحديث وفهم القلب والرئتين. الجميل هنا إن اكتشافاته تعتبر كانت جسر بين الشرق والغرب. كتب اترجمت للغات أوروبية، وده ساعد العلماء في أوروبا إن هم يفهموا الدورة الدموية بشكل صحيح وبعد قرون. لكن علماء زي ويليام هارفي اللي اكتشفوا الدورة الدموية تأثروا جزئيا بالمعلومات اللي وصلت لهم من كتب العرب، ومنها أفكار ابن النفيس. يعني العلم اللي اتطور في الشرق في القرن ال13 ساعد في تطور الطب في الغرب في القرن ال16 وال17. ودي كانت قصة واحد من أعظم رواد الحضارة العربية، ابن النفيس، طبيب وفيلسوف ناقد ومكتشف، واسم من أسمائنا اللي لازم نفتخر بيه. وبكده تكون خلصت حلقتنا النهاردة من برين بايتس بودكاست. كنت معاكم آية عفيفي. تابعونا إن شاء الله في الحلقة الجاية من سلسلتنا من الشرق للغرب العرب رواد الحضارة لاكتشاف عالم جديد من أعظم علماء العالم.